بسنت. بسنت انا اخدت من بقها البتاع لا خالص بابا، لا يتكلم. فعايزين لا انت ده هو استاذي بقى. انت قلتي علي اسماعيل وبعدين بعد بسنت لازم اسمع الاستاذ ايمن الحكيم. لا اوكي، انا بسمع استاذنا علي اسماعيل بقالي سنين. انا صغنونه شويه. انا اسف اسجل هنا بما ان انت جبت سيره ان هو مش حرامي. خالص. مين ده؟ انت مش انت ان انت قلت خواجه ولا مش خواجه ولا من الارض ولا من كذا، مفيش جمله مسروقه انت ممكن تقول دي مسروقه شبه ابدا. شبه نفسه ابدا. شبه نفسه. ده مهم قوي. مفيش حد زيه. من غير ما نقول مين فين خد من ايه والحاجات دي. ليش ربنا امر بالستر. انا بسمع استاذ علي اسماعيل من سنين. انا ابدو صغنونه شويه بس انا بحب التاريخ القديم بتاعنا وبحب المزيكا، ومن كتر حب والدي في المزيكا خلاني اتعلم عود، فانا عندي شويه معلومات على الايقاع والحاجات دي. الثلاث احاسيس اللي حسيتهم ممكن يكونوا حقيقيين او نابعين. التلوين في المزيكا بتاع استاذ علي اسماعيل، يعني مثلا في مزيكه حكايه شعب او موسيقى اغنيه حكايه شعب انا حسيت بالغضب وحسيت بالاستهزاء لما انت قصدك التلوين في نفس قطعه الموسيقى؟ اكيد اكيد. يعني ان هو بيروح والنقلات فيري سموث، يعني انا حاسه مش يقدر يخليني احس جميع الاحاسيس في اغنيه واحده، ومن غير ما احس ان ايه ده احنا دلوقتي مبسوطين فاتبسط او غضبانين فاتغضب وهكذا. اوكي معلش العربي بتاعي مش استخدام الجمهور في بعض الاغاني اللايف ده ذكاء مش طبيعي. وان من كتر برضو فرحه الجمهور فهو حافظ الديالوج. استخدام الكورال من هم اطفال وستات ورجال نسبة او ان بسبب ان ساعة الحرب كلنا ألفة واحدة وشعب واحد. معرفش هل ده التصور بتاعه ولا لا، ده اللي على طول بحسه. فهي حالة او هو تاريخ له طعم وله ريحة حلوة قوي، وانا سعيدة طبعا.